النادي الاهلي بيتعادل مع يانج افريكانز في الجوله الرابعه من بطوله دوري ابطال افريقيا تعادل ايجابي بنتيجه 1-1. بالتعادل ده يكون النادي الاهلي في المركز الاول في المجموعه الثانيه برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بينما بيجي خلف النادي الاهلي في المركز الثاني يانج افريكانز ب5 نقاط من 4 مباريات، وبيتبقى للنادي الاهلي مباراتين. في حال فوز النادي الاهلي في المباراه القادمه هيكون رسميا صعد الى دور ال 16 كاول مجموعته، دون النظر الى نتيجه المباراه الاخيره في دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. المباراتين للنادي الاهلي اللي ناقصين، اول مباراه هتكون امام نادي شبيبه القبائل الجزائري. المباراه هتتلعب في الجزائر يوم السبت الموافق 7/2 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. وفي حال فوز النادي الأهلي بالمباراة دي هيكون رسميا صعد لدور ال 16 كأول مجموعة. اما المباراه الاخيره للنادي الاهلي في دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا فهتكون امام نادي الجيش الملكي المغربي. المباراه اللي هتكون يوم الجمعه الموافق 13/2. المباراه هتتلعب في القاهره الساعه 4 مساء بتوقيت القاهره. وبكده عزيزي المشجع الكروي الجميل يكون ناقص للنادي الاهلي 3 نقاط علشان رسميا يصعد الى دور ال 16 كاول مجموعه، دون النظر الى نتيجه اخر مباراه.